السلام عليكم. كيبدا الفيلم ديالنا بواحد البنت سميتها أليكس عايشه مع الام ديالها في مزرعه الاب ديالها اللي قال لهم ما تبيعوش المزرعه نهائيا واخا يعطوكم فيها اي ثمن. وهذا سيجين صاحب الاب ديال أليكس اللي عيط ليه الشاف ديالو وقال ليه عندنا واحد الكلب سميتو دوغاتو ما عنده حتى شي فائده في الجيش، وقررنا نرجعو لمولاه. دوا سيجين وقال ليه بلي الكلب ديال اب أليكس وقبل ما يموت وصاه يحظيه ويبقى معاه، وقال ليه عافاك ما تخرجوش من الجيش. وقال ليه الشاف ديالو الكلب ما قبيحش وما غاديش يعاوننا في الجيش. في الاخر سيجين قرر باش يرجع الكلب مولاه. وهنا كنشوفوا أليكس مع الجد ديالها كتعاونوا وكتطمنوا وكيدووا في شؤون المزرعه. وهنا كنشوفوا مايكل البوليسي ديال القريه اللي جا هو وخوه كيدويو وكيقول لي خوه بلي هذيك المزرعه خصني ضروري ناخذها، الا ما خديتهاش راه غطرا شي مشكله. قال لي مايكل الام ديال أليكس راه ما غاديش تبيعها وخاص تعطيها مليار. قال ليه انا باغي نشري ديك المزرعه، وديك المزرعه فيها واحد السر كبير، وهذاك السر انا اللي عارفه بوحدي ما غيعرفو حتى شي واحد. وفي الاخير مشى عند أليكس وقال لها انا باغي نشري عندك المزرعه ونعطيك فيها 3 المليار. قالت ليه ما باغاش نبيعها انا، غير سير بحالاتك. قال لها انا شاري زوين ما كاينش شي واحد يعطيك 3 المليار من غيري. قالت ليه ما غاديش نعطيها لك، وقال لها نعطيك يومين تفكري مربنا تبدلي الراي ديالك. كنشوفوا هنا سيجين مشى للمزرعه باش يدي داكوتا لأليكس وكيتلاقى بخو مايكل وعطاه واحد المخالفه، وديك المخالفه ديالاش الله اعلم. هنا وصل سيجين للمزرعه وتلقى بام أليكس وقال لها الكلب راه رجعته ليكم حيت صافي جراو عليه من الجيش. قالت لي ماشي مشكل انا غنربيه وغنتهلا فيه. وهنا كنشوفوا داكوتا مشي نيشان للقبر ديال مولاه الصاحب ديالو وبقى كيتامل فيه ونعرفوا باللي وفي وصديق زوين. وهنا أليكس كدوي وكتقول باللي انا ما باغاش داك الكلب وما كنحملش الكلاب، ومشات كتجري للدار. وام أليكس قالت لسيجين انا غنتهلا فيه. وسيجين قال ليها بلي الكلب راه مابقاش كياكل من نهار مات الصاحب ديالو ولا مريض. قالت ليه ماشي مشكل انا نتهلا فيه، ولكن ما تمشي حتى تصاوب لي واحد الروبيني في كوزينه عاد سير. ومشى سيجين كيصاوب ليها الروبيني. وهنا كنشوفوا أليكس كتشوف داكشي اللي بقى من الاب ديالها وكتوحشاتو بزاف. وهنا داكوتا طلع عندها وشافتو باللي ولا كيحماق عليها وبدا كيلعب معاها. وسيجين قال أليكس بلي خاصني نمشي دابا نرجع البلاد ديالي. قالت ليه بقى معنا واحد 2 سيمانات ولا سيمانه فوج شويه عاد سير. قال لها ماشي مشكل واخا ولكن نصاوب لكم اي حاجه في المزرعه مخسره. قالت لي ماشي مشكل اسيدي. وهنايا كنشوفوا أليكس مع دوغاتو وراتو الحيوانات اللي في المزرعه باش يولي يحظيهم ويحميهم. وهنا كنشوفوا سيجين كيصاوب واحد العود ديال الماعز وقال أليكس واش نعلمك كيفاش تحكمي في دوغاتو. قالت ليه لا ما بغيتش لانه توقع غيموت وغيخليني بحال كما دار بابا. قالت لها الام ديالها باللي دوغاتو راه ما بقى ليه حتى شي واحد من غيرك من نهار مات الاب ديالك وهو مريض، خاصك تعتني به. وأليكس اقتنعت بالكلام ديالها وبقات ديما كتلعب معاه ولات وفيه معاه ولات كتفرح هي وياه وديما فرحانين. ومشات وراتو لجدها وقال لها تبارك الله عليك بنتي، ومشات خرجت كدور. هنا كنشوفوا مايكل هو ولده كيشوفوا الكلب دوغاتو وقال لها من عينيه كيبان زوين وظريف وشجاع وبطل، احتفظي بيه. قالت لهم شكرا ومشات المزرعه. وهنا كنشوفوا خو مايكل البوليسي قال لسيجين اشنو جاي كدير هنايا. قال لي هذا خو خاوي ما عندك ما دير به وانت ماشي سوقك. وهنا كنشوفوا دوغاتو لقى واحد الحجره وهي راه ذهب، ولكن ما عرفتهاش أليكس وقالت غير حجره عاديه. وهنا كنشوفوا خو مايكل ملي كيشوف فيهم مخبي شي سر وراه. وهنا أليكس كنشوفها مشات عند جدها باش تشوفوا كيفاش كيلعب الجولف. واحد شويه وما يسمعوا واحد الصوت ديال الحريق، مشات كتجري أليكس هي ودوغو. وهنايا كنشوفوا مت أليكس مشات تشوف شنو كاين وتلقى واحد المراه كبيره في العمر. قالت ليها انا ما قدرتش نجبد المشه ديالي وعيطت لكم باش تجيو تجبدوها ليا، راه هي فوق الشجره. وهي تطلع مت أليكس باش تجبدها ولكن ما قدراتش وطاحت. والمشه حتى هي كانت غطيح من الفوق وجا دوغاتو وهي طيح عليه فوق ظهره. وشافتو أليكس وبدات كتعنق فيه وكتقول ليه كلب قوي وكلب شجاع وتبارك الله عليك. وهنا كنشوفوا دوغاتو في الليل بدا كيتفكر الصاحب ديالو اللي هو اب أليكس قبل ما يموت، ومشى كيشوف التصاور ديالو في الخدمه ديال ام أليكس. واحد شويه ويدخل واحد الشفار لتما وبدا كينبح عليه وخاف داك الشفار وبقى غادي رجع باللور وهو يهرب. وفي الصباح جاو المحققين ومايكل بدا كيشوفوا في التحقيق اشنو كاين من وراء داك الشفار. وحنا نشوفوا دوغو جالي خو مايكل وجاب ليه واحد لاكلاص
وبدا كيجر فيه يعني باغي يشفرو، ولكن دوغو كان ذكي ودخلوا لواحد البلاصه قديمه وفيها طوموبيلات قدام، ودوغو هرب منهم بسهوله وخلاهم يضربوا بعضياتهم بجوج. وواحد شويه هو يدخل على سجل الام اليكس وقال لها باغي نقول لك شي حاجه ضروريه ما عارفاهاش تي. ويجا واحد التليفون وقالوا لها بلي واحد الدار كتحرق، وهذيك الدار فيها واحد المراه كبيره في السن. وجا دوغو واليكس ودخلات موت اليكس باش تعتق ديك المراه، ولكن تفرقع عليها الباب قدامها في وجهها وتفرقع وتلاحت بعيد. ودخل دوغاتو باش يفيق المراه وبقى كينبح عليها باش ما تغيبش. ودخلات موت اليكس باش تخرج المراه، وسيجي بدا كيخوي الماء باش تخرج. وفي الاخر موت اليكس خرجت المراه وخرجت حتى هي ومشات عنقت اليكس وقالت لها خفت عليك انت ودوغاتو. واحد شويه دوغاتو سمع واحد الصوت في الغابه وجا خو مايكل وبدا كيلاهي في موت اليكس. و دوغاتو دخل الغابه ولقى واحد الجوج اللي هما صحاب خو مايكل وشدوه بواحد الشبكه. وخو مايكل بدا كيتسلت بشويه بشويه باش يمشي يشوف، واليكس ما لقاتش الكلب وبقات مخلوعه عليه وقالت لها امها باللي راه يكون في الغابه وغدا يقدر يجي. وفي الاخر اقتنعت اليكس ومشات تنعس. وجا عندها سيجين وقال ليها باللي باغي نقول لك شي حاجه، وهاد الحاجه هي راه راجلك نقدني انا باش يموت هوايا، وما كانش تعتقني كون راه عايش معاك دابا انت وبنتك وكلبو، وراه انا حاس بالذنب من جهته باللي انا مات بسببي. وقالت ليه باللي راجلي ما ماتش بسببك ونقدك حيتاش انت كنتي صديقه المفضل وكان كيحس بك بحال خوه. اليكس كتفرق الوراق في القريه ديال دوغاتو وكتقول لهم اللي شافو يقولها ليا في هاد النمره. وهنا جا عندها ولد مايكل وقال لها انا عارف دوغاتو فين كاين وراه مخبيه عمي اللي هو خو مايكل في المخزن ديالو. مشات باش تشوفو وعيط لها مايكل وقال لها باللي راه عمي اللي هو خو مايكل راه جا. وهي واحد شويه خرجت هي ودوغاتو ولقات مايكل قدامها وتسحبو تا هو شرير وغادي يخطفها، ولكن عاونها في الاخر وقال لها اجي ها منين تخرجي. وخرجت في الاخر وقالت لولد مايكل شكرا حيت عاونتيني، وقال لها راه لقيت واحد الخريطه ديال المزرعه ديالكم في بيت عمي وما عرفتش اشنو كدير تما، ولكن هي ما عطاتش الموضوع اهميه وقالت لي شكرا ومشات هي ودوغاتو. وهنا كنشوفوا موت اليكس كتودع السجين حيت غيمشي وقالت ليه ضروري خاصك ترجع عندنا. قال لها راه حتى الجيش دابا محتاجيني راه خصني نمشي وضروري غنرجع عندك، ولكن مشى وبدات كتودع فيهم. ومايكل جا عند خوه وقال لي خوه باللي خاصني ضروري نشري ديك المزرعه، هذيك المزرعه فيها الذهب والالماس، الا شريتها نقدر نبيعها ب 300 مليار، واللي غيجبد لي هاد الذهب والالماس هو دوغاتو، يعني خاصني ضروري حتى هو نشدو ونشري ديك المزرعه لانها فيها كنز كبير. وقال لي خو مايكل ما يمكنش لك تشريها وبعد من المراه بلا ما تبقى تحرض فيها باش تبيعها لك بزز منك. بعد منها وخلاها تعيش هي وبنتها. وهنا كنشوفوا اليكس دخلت لواحد البيت قديم ولقات فيه واحد الخريطه، وديك الخريطه كتدل على فين كاين الالماس، ولكن هي ما عطاتش الموضوع اهميه. وهنا كنشوفوا مامات اليكس مع خو مايكل وقال ليها صافي بيعي لي المزرعه، راه ما كاينش شي واحد يعطيك هذا الثمن، والبنكه اصلا غادي تاخذ لكم المزرعه الا ما سددتوش الديون اللي عليكم. وهنا قالت ليه خليني حتى نفكر ونقول لك. وقال لها على خاطرك ماشي مشكل حتى تفكري. قالت لي صافي ماشي مشكل يلا سير بحالاتك حتى نفكر. وهنا كنشوفوا مامات اليكس كدوي مع اليكس وقالت لها راه خصني ضروري نبيع المزرعه باش نسد الديون اللي علينا. قالت لها اليكس المزرعه مخلي لنا بابا الله يرحمه وما خاصكش تبيعيها. ومشات هربت للدار ودخلت بقات كتبكي وعيطت لسيجين وقالت لي ضروري خاصك ترجع عندنا. ومامات اليكس كانت فايقه في الليل وبدات كتسمع واحد الصوت في الدار، مشات كتشوف اشنو كاين وما لقاتش اليكس ودوغاتو. عيطت لجدها وجدها صافي مشى عند نيشان عند خو مايكل وقال ليه انت اللي خطفتي اليكس، وقال ليه غادي نقتلك اليوم. صافي الجد بدا كيضرب فيه بالغولف ولكن ما قدرش وعيا وجات لامبيلونس داتو. هنا كنشوفوا اليكس كانت ناعسه في الغابه هي ودوغاتو. وهنا كنشوفوا مامات اليكس مشات عند جدها ودخل عليها هنايا خو مايكل وجاب معاه الورد
وقال ليها هاكي هاد الورد وسمحوا لي وراني صيفت كاع رجال الشرطه اللي عندنا باش يمشيو يقلبوا على اليكس ودوغاتو، وراني فكرت مزيان وقررت نزيد لك في السعر ديال المزرعه وقررت نعطيك فيه 5 المليار. قالت لي صافي وافقات. وسيجين دخل عليهم وقال لها ما تبيعيش الارض ما تبيعيش المزرعه عافاك وانا نسدد دوك الديون اللي عليكم. وهنا كنشوفوا خو مايكل ما عجبوش الحال، وملي كان غادي قال لسيجين هذيك المزرعه غنشريها بغيتو ولا كرهتو وما دوهاش فيه ومشاو كيقلبوا على اليكس. وقالت لي موت اليكس لسيجين بلي اليكس ودوغاتو راه ما كاينينش وقال لها يلا نمشيو نقلبوا عليهم. وهنا اليكس مشات للمزرعه وبدات كتحفر كتشوف الخريطه. وهنا كنشوفوا خو مايكل جاب معاه واحد القرعه ديال ليسونس وبدا كيكبها على الدار ديال الفراخ في المزرعه وبدا كيحرقها باش يقرر يقول موت اليكس تبيع لي المزرعه بزز منها. وهنا كنشوفوا اليكس كتحفر ولقات واحد الحجره الماس ولكن ما داتهاش فيها عاوتاني، ولقات واحد الصندوق وهذاك الصندوق كانت فيه واحد الكتبه وهذيك الكتبه كانت من باها وقال لها راه هاد المزرعه فيها واحد الكنز كبير وانتي اكبر كنز عندي في الحياه. وانا كيجي عندها ولد مايكل وقال لها المزرعه ديالكم راه كتحرق ومشات بالزربه تشوف اشنو كاين. وهنا كنشوفوا كلشي مشى للمزرعه باش يشوف اشنو كاين. اليكس شافت خو مايكل هز مع القرعه ديال ليسانس ومشات حرشت عليه دوغاتو عضو باش يطيحوا. وفي الاخر جا خو مايكل عندهم وشافوه هز القرعه وقال لي مايكل اشنو كدير ديك القرعه؟ قال لهم هادي راه ديال الشفار اللي بغى يحرق المزرعه. وكنشوفوا هنا دوغاتو كي شوف الريحه ديال ليسانس هو يلوح خو مايكل العافيه باش تشعل في الدار ديال المزرعه، ولكن دوغاتو كان ذكي وحفر واحد الحفره وما دخلتش العافيه للمزرعه للاسف. ولكن مايكل في الاخر شد خوه وقال لي انت يصلح لك غير الحبس. ومايكل قال لام اليكس احتفظوا بالمزرعه وما تبيعوهاش وعطاها واحد الالماسه اللي لقات اليكس فاش كانت كتحفر وقالت لهم صافي هذه اللي غنعيشوا بها وعاشوا في سلام وتما كاين كيتسالي الفيلم ديالنا.